يا عم انت بتقول لي ما تسافرش عشان 10000 ولا 12000 ولا 15000 ولا حتى 20000، وانا اصلا في مصر باخد 10000 جنيه او 11000 جنيه، او انا عندي توك توك شغال عليه بجيب لي كل يوم 300 400 جنيه. فانا بجيب 10000 جنيه في مصر، يبقى ليه ما اسافرش ب 20000؟ بص يا حبيبي، الغربة زي ما قلت في 50 فيديو فاتت، الغربة ليها تمنها. هو أنا مش عشان باخد 10000 جنيه في مصر أو أقل أو أكتر شوية وجالي 20000 جنيه بره في السفر خلاص يبقى أنا أجري، ما أنا جايلي أكتر أو جايلي الدبل. لأ، ما تتحسبش كده. وأنت يعني أنت لو بتاخد مثلا 20000 جنيه في الغربة، يعني مثلا عاملين تقريبا في ليبيا مثلا 3000 دينار و500، تمام؟ هصرف منهم مثلا في الشهر 1000 دينار، تمام؟ هتفضل معاك كام؟ 2000 ونص. 2000 ونص دول بكام مصري؟ ال 2000 لو ضربناها على 6 ادي كده 12000 وال 500، تمام؟ يبقى 15000 جنيه. 15000 جنيه دولت اللي هوفرهم في الشهر هعمل بيهم ايه؟ طب هل دول تمن غربتي؟ طب هل دول تمن ان انا ابعد عن اهلي، عن ابويا وامي واخواتي واصحابي وبلدي؟ لا، مش تمن. هل دول معلش ال 15000 دول هقعد اشتغل بيهم؟ يعني هشتغل كام سنة عشان اجيب شقة من اللي هي ب 900000 وبمليون؟ احسبها كده. طب هقعد اشتغل كام سنة عشان اجيب عربية مثلا من اللي هي ب 400000 او 500000؟ احسبها كده. طب هقعد اشتغل بيهم كام سنة عشان اجيب ذهب، عشان اتجوز، عشان اعمل فرح، عشان اجيب اساسيات بيتي؟ طب هل لو اشتغلت ب 15000 وفرت 15000 جنيه وانا عندي اسره في البلد في مصر وبعت لهم ال 15000 جنيه، هيتفضل منهم حاجه؟ ما هو انت لازم تحسبها. ما هو مش مجرد ان انا باخد في مصر 2 جنيه وجالي في الغربه 5 جنيه يبقى انا اسيب ده واطلع اجري. لا طبعا، مش كده يا حبيبي. فين تمن الغربه؟ فين تمن النفسيه اللي بتضيع وانت في الغربه؟ فين تمن اجمل سنين حياتك اللي بتضيع وانت في الغربه؟ ده كله لازم يكون ليه تمن. هو مش مجرد ان انا اسافر وخلاص. لا طبعا، احسبوها يا شباب، احسبها الاول وفكر فيها، هتعرف ان انا كلامي صح.